أحد الأحياء القديمة في عمان، كان هناك منزل مهجور يثير الرعب في قلوب كل من يمر بجانبه. السكان يتجنبونه، والقصص عنه لا تنتهي. البعض يقول إن أصواتاً غريبة تسمع منه ليلاً، وآخرون يؤكدون رؤية ظلال تتحرك خلف نوافذه المحطمة. في إحدى الليالي الباردة، قرر أحمد وأصدقاؤه الثلاثة سامر، وليد، وعمر استكشاف المنزل بعد أن تحداهم أحد معارفهم. تسللوا عبر السياج الصدئ ودخلوا عبر الباب المخلوع. كان الهواء بالداخل ثقيلاً، ورائحة الرطوبة والغبار تخنق الأنفاس. أضاءوا مصابيح هواتفهم، فظهرت أمامهم جدران متأكلة وسلالم خشبية تصدر صريراً خفيفاً. تحركوا ببطء يهمسون لبعضهم البعض. فجأة سمعوا صوت خطوات قادمة من الطابق العلوي. تجمدوا في أماكنهم وحدقوا نحو الدرج المظلم. هل سمعتم ذلك؟ تمتم سامر بصوت مرتجف. لم يجب أحد. قرر أحمد الصعود أولاً، ووليد خلفه، بينما بقي عمر وسامر في الأسفل. عند وصولهم إلى الطابق العلوي، وجدوا مراً طويلاً بأبواب متفرقة. فجأة انفتح أحد الأبواب بعنف، واندفعت منه رائحة كريهة كأنها جثة متعفنة. تراجع أحمد خطوة للوراء، لكنه سمع صوتاً هامساً يأتي من الداخل: أنتم لستم وحدكم. ارتجف جسده، والتفت إلى وليد ليجده واقفاً بلا حراك، يحدق في الظلام بعينين متسعتين. في الأسفل سمع سامر وعمر ضجيجاً غريباً. عندما نظراً حولهما، لاحظاً أن الباب الذي دخلوا منه لم يعد موجوداً. لم يكن هناك سوى جدار صامت. بدأ قلباهما يخفقان بجنون. علينا الخروج الآن، صرخ عمر، لكن قبل أن يتحرك انطفأت جميع الأضواء. في الطابق العلوي شعر أحمد بيد باردة تلامس كتفه. استدار بسرعة، لكن لم يكن هناك أحد. فجأة سمعوا جميعاً صرخة مدوية وكأنها تؤتي من العدم. ثم دون سابق إنذار انفتح أحد النوافذ بقوة، واندفع تيار هوائي أسقطهم أرضاً. عندما استعادوا وعيهم، وجدوا أنفسهم خارج المنزل، ملقيين في الشارع. لم يتذكروا كيف خرجوا، ولم يرهم أحد يغادرون. عندما نظروا إلى النافذة العلوية، شاهدوا ظلاً أسوداً يقف هناك، يحدق بهم بعينين فارغتين. في اليوم التالي عادوا إلى الحي ليجدوا مفاجأة صادمة. لم يكن هناك أي منزل. المكان كان مجرد أرض فارغة، وكأن المنزل لم يكن موجوداً أبداً.